السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في البداية ما تنسوش الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو. قضت المحكمة الابتدائية بخريبكا الأربعاء ب4 سنوات حبسا في حق سائق حافلة أودى في حادث سير تورط فيه بحياة 25 شخصا بالطريق الرابطة بين الفقيه بن صالح وخريبكا شهر أغسطس الماضي. وأدانت المحكمة سائق الحافلة المتابع في حالة اعتقال بغرامة مالية قدرها 22 ألف درهم، بينما حكمت على مساعده ب4 أشهر حبسا نافذة وغرامة قدرها 700 درهم. وكانت النيابة العامة تابعت سائق الحافلة عن التسبب في القتل غير العمد والجرح الخطأ والتجاوز المعيب وعدم التحكم في السرعة وملائمتها لمنعرج وعدم القيام بالمناورات اللازمة وعدم احترام مدونة السير، فيما تمت متابعة مساعديه بالتسبب في القتل الغير العمد والجرح الخطأ بالزيادة في حمولة الحافلة وعدم احترام مدونة السير. وكان 25 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 34 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث سير وقعت في 17 غشت الفائت بالطريق الوطني رقم 11 على مستوى جامعة بنوار بإقليم خريبكا.